في بيت من بيوت الله يقيم سنة من سنن الله عز وجل، نحصل عقد زفاف وعقد زواج أخلاء بالله. نسأل الله عز وجل أن يتم عليه النعمة. أيها الأحبة بالله، وخير بداية لهذا الحفل الكريم آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق ربنا الكريم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الأحبة بالله، إن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل الإسلام وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع التي توازن في نظرتها للإنسان بين الروح والجسد، فهي لا تهمل جانب الروح كما أهملته النظرية المادية التي أطلقت للجسد العلاني يمارس الشهوات كيف يشاء، كما أنها أيضا وازنت بين الجسد والروح وراعت المشاعر وراعت متطلبات الجسد، فالإنسان بطبعه يميل إلى الجنس الآخر، فقد جعل الله عز وجل ذلك الأمر في إطار شرعي ألا وهو الزواج، وجعله آية من الآيات كما سمعنا في قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أيها الأحبة بالله، ومع كلمة الجماعة الإسلامية يجديها علينا الأخ هاني محمود تهنئة ومباركة وتبيانا لهذه السنة الكريمة، ومع كلمة العطف والاستقبال. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن جوده وكرمه أوجد المخلوقات. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فما أجمل اللقاء الليلة في بيت من بيوت الله تعالى لنشهد على تأسيس بيت يؤسس على التقوى من أول يوم. هذا البيت الكريم الذي لا يؤسس فيه أخ كريم طالما عرفناه أنه يعمل بدين الله جل وعلا، ذلك الأخ الكريم الذي تربى منذ نعومة أطفاله في أحضان الجماعة
الإسلامية هذا الأخ الكريم الذي طالما عرفناه أنه يقتل لدين الله جل وعلا صبر واحتسب سنوات طويلة حتى كافأه الله جل وعلا بهذه الأخت الكريمة التي تحمل في قلبها كتاب الله جل وعلا. ما أجمل اللقاء الليلة ونحن نرى آية من آيات الله جل وعلا. نعم، فالزواج أيها الأحبة الكرام آية من الله تبارك وتعالى، وكما سمعنا من سيدنا الكريم قول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم، فالزواج آية من آيات الله تعالى. ما أجمل اللقاء أيها الأحبة الكرام ونحن نرى سنة كونية وسنة نبوية سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له نجاح، أي وقاية. الزواج أيها الأحبة الكرام نعمة كبيرة من الله جل وعلا، لذا فإننا نطالب الأخ الكريم والأخت الكريمة بشكر هذه النعمة العظيمة التي امتن الله تعالى بها عليهما. وإنني أيها الأحبة الكرام أوصي أخي الكريم الشيخ عبد العال حفظه الله تعالى أن يحفظ زوجته وأن يضعها في عينيه، فضلا عن أنها زوجته وقبل أن تكون زوجته فهي أخت من أهل الله وخاصته، أخت تحمل في قلبها كتاب الله جل وعلا، وهذا تاج وقار لها، وهذا شرف عظيم لهذه الأخت الكريمة. وإنني أوصي الأخت الكريمة أيضا بطاعة زوجها وأن تضع قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسلم لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وما ذلك إلا بعظيم فضل الزوج على زوجته. هذه هي الرسالة الأولى أيها الأحبة الكرام. وإنني أتوجه بالرسالة الثانية إلى أحبائنا وإلى أهالينا وإلى إخوتنا وإلى مشايخنا الكرام. هذه هي أفراحنا، هذه هي أفراح المسلمين، نسمع فيها آيات الرحمن ويغيب عنا مزمار الشيطان. هذه هي أفراح المسلمين، ليس فيها منكرات ولا مسكرات ولا مخدرات كما نرى في الشوارع، بل إننا في أفراحنا أفراح المسلمين نستمتع بالحلال الطيب الذي أحله الله تعالى لنا. وإننا أيها الأحبة الكرام في هذا المسجد المبارك والذي يقوم عليه إخوانكم بالجماعة الإسلامية نتمنى خدمة المسلمين ونتقدم إليكم بهذا العرض المفتوح، فإننا على أتم استعداد لإقامة أفراح المسلمين في هذا المسجد المبارك. فإلى من سمع عن الجماعة الإسلامية ولم يسمع من الجماعة الإسلامية، فإن الجماعة الإسلامية غايتها رضا الله تبارك وتعالى بتكريم الإخلاص له سبحانه وتحقيق المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. الجماعة الإسلامية عقيدتها عقيدة السلف الصالح سنة وتفصيلا. الجماعة الإسلامية هدفها تعبيد الناس لربهم وإقامة خلافة على منهاج النبوة. الجماعة الإسلامية طريقها الدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى، وما ذلك إلا من خلال جماعة منضبطة بالشرع الحنيف تأبى المداهنة والركود وتستوعب ما سبقها من تجاوز وتتزود في طريق
التقوى والعلم والصبر والشكر واليقين والزهد في الدنيا والإنسان لما عند الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، حتى لا أطيل على حضراتكم نقول للعظمتين كلما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وأخيرا أسأل الله جل وعلا أن يزوجنا مثنى وثلاث ورباع. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. أنا في سماعة نعم أيها الأحبة بالله، نقيم سنة رسول الله في بيت من بيوت الله. فهنيئا لكم أيها الأحبة إجابة الداعي تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتقدم بهدية الجماعة الإسلامية لأبينا يقدمها فضيلة الشيخ ميزان مقاتل فليتفضل. مبتنى مولانا أيها الأحبة في الله، ومع كلمة ثانية وفضيلة الشيخ جميل حسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وقد سمع سيدنا محمد ولو بعد لم أقيم على الإخوان، ولكن أتوجه بالتهنئة باسم الجماعة الإسلامية وحزب البلاد والتنمية وباسمكم جميعا نتوجه بالتهنئة المباركة الميمونة لأخينا الشيخ عبد العال وعبد ونقول له جميعا معا إن شاء الله، نقول له جميعا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فجزاكم الله خيرا. أيها الأحبة بالله، إن الله تبارك وتعالى شرع الزواج ليكون عفة وطهارة ونقاء للمجتمع الإسلامي. ففي الزواج تضار الأعراض، وفي الزواج ينتشر الحب والمودة والسكينة باللبنة التي هي أساس بناء المجتمع الإسلامي. فإذا ما صلحت الأسرة وساد بينها الحب والود والسكينة كاد المجتمع كله الخير والودة والتراحم واللقاء. نعم أيها الأحبة بالله، وإننا من هذا المنبر نقول لشبابنا وننصح شبابنا أن يسعى حثيثا وأن يجد في العمل وفي تحصيل الرزق، وأن ينوي نية خالصة لله تبارك وتعالى، أن يعز نفسه وأن يسعى في أمر الزواج، فإن الله عز وجل يعين الشاب الساعي على هذا الأمر. فحقا لله أن يعين من يبغي العفاف والزواج. نعم أيها الأحبة بالله، كما ننصح شبابنا بأن يبتعد عن المعاصي فلا يسمع للغناء، فإن الغناء سبيل الزنا، وإن الغناء هو القرآن الشيطان، وعليه أن يطالع كتاب الله عز وجل وأن يسعى في ذلك الأمر حتى يعصم نفسه من الشهوات. والآن مع إجراءات العصر. الفاتحة. في مايك تاني كتير العريض. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعل الزواج حلالا وعوض
محمد ورا شوية وجعلناك والأمراء يسعرون إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنون إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال عليه الصلاة والسلام: فلا تنسوا فإني مبارك لكم يوم القيامة. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم ذلك فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن البصر. ولو من نعم نعم الله سبحانه وتعالى. والنعم الأبناء الأبصار أوساع الصاع التوبة أوساع التوبة الأبصار. أنا والخاطرون جميعا نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قول يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على أشرف المرسلين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد الله وزوجه وموكلتنا جمال محمد خليل أبناء جمال إلى عبد العال عبد الله الرابع إلى عبد العال عبد الله الرابع عبد العزيز عبد العزيز على هذا الصلاة على هذا القضاء كما بيننا كما بيان من ذلك العالمين وقال على كتاب الله تعالى وعلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاتقوا الله وقبل الزواج من بنت وموكلة أبناء جمال محمد خليل لنفسه على هذا الصلاة وسمى بينه بالبشر هاشم ومعجل على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الدعاء: اللهم باركهما وبارك لهم وبارك فيهما وألف بين خلفيهما كما ألفت بين قلب أبينا آدم وأمنا حواء واجمعهما دائما على الخير وارزقهما الذرية الصالحة إنك سميع الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد